يا أهلين، كيفكم؟ اليوم طبعا مرة متحمسة لأن راح أفتح معاكم عطور مس فلورا اللي مسوين عليها ضجة هذيك الفترة. طبعا البوكس في البداية جاني جدا مرتب وأنيق، يعني من جد مشروع يشرف. المهم هنا أول ما فتحت جاني هذه الكروت فيها كذا أنواع العطور، وفيها كذا عبارة الصراحة ما قرأتها، أتوقع لي يعني بداية تأسيس هو نفس عطور عساف. طيب هنا جاتني عينات بهذا الحجم، طبعا حجمها صغير. وأكثر شيء عجبني من العينات اللي هو وايلد كولت هذا الصغير، وكمان عجبني مس ساكورا والورد اللي فاتح على اليسار، يعني هذه من أحلى العطور. وفي المجموعة كان في عطر كبير ثاني اللي هو وايلد كولت بس حجم كبير، مو من العينات ذي، بس أعطيته لأختي، يعني ما كنت أعرف إنه ريحته حلوة لذي الدرجة، كان أخذته وأعطيتها مس فلورا. بس خلاص راح يعني بس مس فلورا ما عجبني ريحته الصراحة، ممكن أعطيه 5 من 10. أحس يعني ريحته يعني عادية، تشبه للخمرة كذا، يعني ما أدري كيف شميت ريحتها قبل، حسيته عادي يعني مو مرة واو. يعني أنا أكثر العطور اللي تجذبني اللي هي عطور الفواكه، اللي نعناع برتقال كذا، فما حبيت مس فلورا الصراحة. والناس يعني أذواق، فيه يعني كثير بنات مدحوه يقولوا مس فلورا أنثوي وحلو ومدري إيه، بس أنا I don't like، يعني مرة ما عجبني، فممكن إني أرجع أجرب يعني أطلب من عندهم ثاني، بس راح أطلب المرة الجاية وايلد كولد. وهذا كان تقييمي لعطور عساف، ومع السلامة.